ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ساره عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض مع صوت الجماهير المكرونه بالصلصه. هنعملها النهارده بطريقه سهله وجميله. هقولك ازاي تستوي معايا من غير ما تبقى مهريه وتبقى ماسكه نفسها وشاربه كل الصوص بتاع الصلصه. هنعملها النهارده بطريقه حلوه جدا جدا وبالخطوات مع بعض واحده واحده. اول حاجه هعمل السلطه بتاعه الطماطم. معايا كيلو من الطماطم، من حوالي 6 ل7 حبات طماطم كلهم احمر كده، وحبايه واحده من الفلفل الالوان الاحمر ممكن استغنى عنها. ومعايا هنا كمان معلقتين كبار من الصلصه وكوبايه من الميه، كل ده مع بعض في الخلاط. هضرب بقى الطماطم كويس جدا. اول حاجه اعملها قبل ما اعمل اي خطوه في المكرونه هضرب الطماطم بتاعتي واجهزها. هصفي هنا بقى الطماطم. ليه؟ بيبقى فيه في الطماطم بذر وقشر، دول بيسببوا حموضه. الصلصه بتبقى بتاعه الطماطم بتبقى بتعمل حموضه لو القشر والبذر دول فضلوا موجودين، وكمان طعمهم مش بيبقى حلو لما تبقى صلصه الطماطم بيور كده. احسن ما الاقي قشر كده بيقابلني وانا باكل. شايفين كل ده قشر وبذر طلع من الطماطم بتاعتي. هصفيها، مش هتاخد معايا وقت. واحط الصلصه على جنب. هنا بقى عشان اعمل المكرونه، ميه سخنه على النار. اول ما تغلي هنزل بمعلقه كبيره من الملح، وهنزل بالمكرونه بتاعتي. انا مش بحب اكسرها، وهقول لكم على الطريقه في اخر الفيديو ازاي تاكلوها من غير ما تبهدلوا الدنيا وهي مش مكسره كده. اول ما هنزل بالمكرونه على طول هقلب فورا، ما اسيبهاش علشان لو ما قلبتش المكرونه بتاعتي هتلزق في بعضها. فاول ما انزل المكرونه هقلب على طول. اول ما اقلب والمكرونه كلها تنزل في الحله هحسب بالظبط بالثانيه 10 دقايق على الساعه. اول ما 10 دقايق يخلصوا المكرونه بتاعتي هتبقى جاهزه. تمام. طبعا من دقيقتين ل3 دقايق بقلب، مش هسيبها على النار، لا هقعد اقلب في ال10 دقايق دول 3 4 مرات كده لحد ما تستوي معايا. في طاسه على النار معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المفروم عشان اعمل الصلصه بتاعتي. اول ما اقلب الثوم ويبقى لونه ذهبي هنزل بصلصه الطماطم على طول. ما اخليش الثوم بتاعي يغمق، لانه لو غمق بيمرر. تمام. المكرونه بتاعتي على النار. لو بدأنا بالخطوات اللي انا بقول عليها ديت المكرونه والسلطه هيستووا مع بعض في نفس الوقت. نزلت بقى بعصير الطماطم بتاعي اللي انا مصفياه، وهقلب الصلصه بتاعتي كويس. وما ننساش المكرونه يا جماعه نقلبها دايما، اتفقنا. هقلب واحط الصلصه بتاعتي على النار. هزود بقى مكعب من المرق وملح وفلفل. احط كمان بس لما تسبك شويه احط بقى البهارات. هقلب هنا حلو اهو. اول ما سبكت معايا نزلت بنص معلقه من السكر، وكمان كمون وكزبره. غليت الصلصه غلوتين، خدت المكرونه بتاعتي بعد ما استوت صفيتها، ومن غير ما اغسلها نزلت على طول على الصلصه. الصلصه بتاعتي انا ما سبتهاش لحد ما استوت خالص، لا كان فيها شويه صوص. حطيت المكرونه بتاعتي وقلبتها تقلبتين ووطيت النار وغطيت دايما شايفين بالطريقه دي، علشان المكرونه بتاعتي تكمل سوا وتتشرب الصلصه كويس جدا جدا. قلبت اهو غطيت شويه كمان. هقلب كويس جدا جدا على نار واطيه قوي قوي، وهقلب. الطريقه دي هتخلي المكرونه تشرب كل الصوص بتاع الصلصه، وفي نفس الوقت تكمل سواها من غير ما تتهري. وزي ما اتفقنا ما حطيتش زيت مع المكرونه وهي بتتسلق، وكمان ما غسلتش المكرونه بعد ما استوت. شايفين الجمال؟ رهيبه، حلوه جدا جدا وطعمها تحفه ومستويه بالظبط. هقول لكم بقى هنا الطريقه اللي تخليكم تاكلوا المكرونه من غير ما نبهدل الدنيا. معايا معلقه او شوكه، وهاخد حبه مكرونه صغيرين في الشوكه وهلفها جوه المعلقه بالمنظر ده. شايفين؟ اتلفت معايا بكل سهوله، ما بهدلتش الدنيا. طلعت بقى المكرونه كلها ملفوفه على الشوكه حته واحده، مفيش حاجه نازله كده ولا كده. شايفين شكلها؟ المكرونه ماسكه، الصلصه حلوه جدا ماسكه في المكرونه حلوه قوي. المكرونه كمان استوت معايا كويس جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وبالف هنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.